السلام عليكم. القصة اللي هحكيها لكم دي منتشرة اليومين دول، أنا أول مرة أسمعها، بس هي منتشرة على السوشيال ميديا جامد. بيتقال فيها، أنا عايزك بس تسمع القصة معايا لآخرها، لأن ليا هدف من إن أنا أحكيها بصراحة، إن كانت حقيقية يعني، وأعتقد إن هي فيها جزء كبير يعني من الصح. كانت بتحكي عن الرئيس السادات إن هو صحي من النوم وبيقرأ جورنال الأهرام الصبح، فقرأ خبر إن في خناقة ما بين أمن سفارة موجودة في الزمالك مع مواطنة مصرية وبنتها، وإن هما متعنتين معاها وطلعوها من شقتها وعاملين لها مشاكل جامدة. فاتصل بوزير الداخلية في التوقيت ده النبوي إسماعيل، وقال له إيه حكاية الموضوع المنشور ده في الأهرام النهاردة. فقال له يا فندم، ده أول مرة الأهرام تتكلم عنه، لكن في مشاكل قبل كده كانت بين أمن السفارة وما بين السكنة ديت. يعني بيقول له ايه المشكلة؟ قال له السفارة واخدة كام دور في العمارة، والست دي واخدة شقة في وسط الأدوار دي بتاعتها، مش واخداها يعني، هي موجودة فيها قبل السفارة ما تيجي. فابتدت السفارة تعرض، بيقول لك عليها كذا مرة إن هي، فالست ابتدت تقول لهم أنا ما عنديش مشكلة، بس جيب لي شقة بنفس المساحة وفي برضه في منطقة الزمالك، وتبقى يعني قد شقتي على الأقل، وغير كده أنا مش هعمل. فالسفارة ما عرفتش تجهز لها الطلب بتاعها ان تديها بنفس المساحة، وان في الزمالك والكلام ده كله. الموضوع بقى يسخن بينهم، وبقى يعني هم مصممين بتوع السفارة يخرجوها من الشقة وياخدوا الشقة ويضموها للأدوار اللي هم فيها. ده الحكاية زي ما حكاها النبوي إسماعيل للرئيس السادات. فابتدوا يعملوا بقى ايه، يضايقوا كل اللي يجي يخش عندها، يعملوا معاهم مشاكل. فالست ما عجبهاش الكلام ديت، فقالوا لها نشتري الشقه وانت تتصرفي. قالت لهم لا، انا مش هخرج من شقتي الا ما تجيب لي نفس الوضع اللي انا عايشه عليه. فالسادات بيقول لك وبعدين قال له ايه اللي حصل يا نبوي؟ فالنبوي اسماعيل قال له حصل محاضر بينهم وبتاع، وابتدت بقى الست يعني تتضايق من فكره ان هم بيعترضوا اللي داخل واللي طالع، وبيمنعوا ناس ساعات تزورها. فابتدت الست تدخل في مشكله مع امن السفاره. فابتدى امن السفاره اعتدى عليها هي وبنتها، وطلعوهم بره الشقه ومنعوها من ان هي تقعد في شقتها. وده كان المحضر اللي وصلوا ليه في الاخر، اللي نشرته يعني جريدة الاهرام. فالنبوي قال له احنا ما نقدرش نعمل حاجه غير ان احنا عملنا المحاضر وبلغنا وزاره الخارجيه بيها. فالسادات قال له فين رجاله الست دي؟ معهاش راجل؟ قال له لا، راجلها في الخليج بيشتغل. فقال له طيب اسمع الكلمتين اللي هقولهم ويتنفذوا فورا. قال له نعم. قال له فورا الست دي ترجع، والسفارة تتقفل، والأمن بتاع السفارة ينزل يخرج بره العمارة خالص. فلسه النبوي إسماعيل بيفكر هيرد على السادات يقول له إيه، فالسادات قفل السكة. فده أمر رئاسي. طبعا هيحصل بقى حاجات. بيقول لك النبوي بيقول لك أنا كنت في الذهول، لكن ما فيش قدامي غير إن أنا أنفذ أمر الرئيس السادات. وده فعلا، وقال له ويتنشر في نشرة الأخبار النهاردة إن ده حصل، والست رجعت شقتها تاني، وإن مفيش ست هتتهان على أرض مصرية، وإحنا رجالة مكان جوزها هنا موجودين هنحميها. مفيش حد يطرد من شقته وبالقوة أو علشان هم سفارة فيعملوا في الناس كده. الله يرحمك. انا على فكره يعني الله يرحم السادات ويرحم جميع امواتنا. انا من اشد المعجبين بالرئيس السادات، كان عقليه وكان بيحب شعبه وبيحترمه جدا جدا. الكلام اللي انا حكيته حكيته ده موقف منشور اليومين دول جامد. فيعني احنا المفروض نحافظ على الناس، نحافظ على يعني العيشه داخل بيوتنا. شوف الفرق، يعدي الزمن ويروح الزمن، وفي الاخر بنتهدد بالطرد من بيوتنا. ليه؟ ما اعرفش احنا عملنا ايه. تحياتي ليكم.